اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل شويه فطاير كده صغيره من البطاطس، يعني من ثمره واحده بس هنقدر نعمل كميه الفطاير اللي انتوا شايفينها دي، وهتبقى واخده كده قرمشه من بره وطريه ولذيذه كده من جوه، من غير بقى خميره او بيكنج باودر، وكمان بدون دقيق، ومن غير فرن تقدري تعمليها في دقايق، مشبعه وصحيه وكمان اقتصاديه. تابعيني في الفيديو بقى علشان نشوف الطريقه، ويلا كده بسرعه اشتركي في القناه ولايك وشير لو عجبك الفيديو. احنا قلنا معانا النهاردة ثمرة واحدة بس من البطاطس، مش عايزين اكتر من كده، وثمرة متوسطة كمان مش كبيرة. انا معايا البطاطساية دي قشرتها وغسلتها وابتدأت اقطعها بالشكل ده. مش لازم تقطعيها تقطعات صغيرة، قطعيها حلقات كبيرة كده زي ما انتوا شايفينها. وحطيتها كده في مية مغلية، وهبتدي بقى ان انا كده احط لها رشة ملح، بس رشة الملح دي ما تصورتش، رشة صغيرة كده، وهسيبها على النار لغاية ما تستوي. خلاص كده هي استوت، هبتدي بقى انشلها كده من الميه، انا مش عايزه الميه بتاعتها. ودلوقتي بقى هضيف لها كده رشه من الكمون، وكمان رشه من الزعتر. البطاطس بتبقى حلوه قوي مع الزعتر والكمون. رشه كده صغيره من الزعتر، يعني ربع معلقه وربع معلقه، مش اكتر من كده. وهبتدي كده اهرسها بالهراسه اللي عندي. عندك هراسه تمام، عندك شوكه مفيش اي مشكله، اهرسيها بالطريقه اللي تعجبك، المهم ان انت تهرسيها كويس قوي، ما يكونش فيها اي قطع. حلو قوي كده. هجيب بقى الشوكة بتاعتي واكد عليها كده، او المعلقة، واكد عليها ان ما فيهاش اي قطع. ودلوقتي بقى هبتدي كده ان انا اضيف لها شوية اضافات. هحط لها كده معلقة من زيت الزيتون، معلقة واحدة بس مش اكتر. وكمان هرش كده رشة ملح، لان لقيتها عدبة، انا كنت رشلها رشة ملح في السلق، بس لقيتها عدبة شوية، رشت لها رشة خفيفة. دلوقتي معايا 3 معالق من النشا، او 3 معالق من دقيق الرز، يعني اللي موجود عندك استخدميه، ده زي ده، بس انا حطيت في الوصفة دي نشا. وهبتدي كده اقلب بقى كل المكونات كده مع بعض. انا عايزه اعمل عجينه. وبرضو النشا على حسب كميه الميه اللي في البطاطس، وعلى حسب برضو حجم البطاطسايه، يعني ممكن يبقوا معلقتين، ممكن يبقوا 4، على حسب الميه اللي في البطاطس، وعلى حسب حجم قطعه البطاطس او ثمره البطاطس اللي انت استخدمتيها. انا استخدمت 3 معالق وعجنتها بقت معايا بالشكل ده. هبتدي بقى كده اعملها قطع صغيره. جبت طبق حطيت فيه كده نقطتين من زيت الزيتون، مسحته كويس قوي عشان لما اعمل القطع بتاعتي ما تلزقش في الطبق، عشان هي بتبقى لينه شويه. بجيب كده القطعه اللي انا عايزاها، عايزه اعملها كبيره صغيره، بس هو الحجم ده كويس قوي. وببتدي كده اعمل لها تجويف. انا جايبه جبنه موتزاريلا طبيعي، سواء لايت او جبنه موتزاريلا عاديه، اللي يعجبك واللي متوفره عندك، اهم حاجه تكون طبيعي. واعمل لها تجويف واحط فيها الجبنه من جوه كده، واقفلها. اهم حاجه ان هي ما تفتحش معاكي. ما تفتحش ازاي؟ يعني اقفلها كويس قوي، ما تبقاش الجبنه باينه كده من حته. اهو تاني بنعملها مع بعض. هعمل لها كده تجويف، واروح حاطه الجبنه واقفلها كويس قوي، اهم حاجه ان انا اقفلها. وبرجع بقى بططها على ايدي واقفلها كده بالشكل ده، وادورها. حلو قوي كده. وهعمل بقى كل الكميه اللي عندي، هتطلع لي كميه حلوه جدا، حوالي 15 قطعه. خلاص كده انا خلصتهم. جبت بقى طاسه كده حطيتها على النار، حطيت فيها معلقه برضو من زيت الزيتون، وهبتدي كده اوزعها. وبعد كده بقى هجيب الفطاير بتاعتي وهحطها كده في الطاسه. اول ما الطاسه بتسخن هنزل كده بالفطاير بتاعتي. انا ما استخدمتش بقى فرن ولا اي حاجه، حاجه كده سريعه، مش محتاجه وقت ولا اي حاجه، تعمليها في دقايق لو عايزاها للفطار او الغدا. حاجه كده سريعه وبسيطه وسهله، وطعمها بيبقى حلو جدا. رصيت كده الفطاير بتاعتي جم على قد الطاسه بالظبط. هبتدي كده اقلبها، استنى بس دقيقه كده وابتدي ان انا اقلبها. هي بصراحه بتاخد 3 دقايق على الوش ده و3 دقايق على الوش ده، بس انا كل شويه كنت بقلبها. حلو قوي كده. شايفين بقى اللون بتاعها من الناحيتين بقى بالشكل ده. بس اهم حاجه ان انت تقفليها، عشان الجبنه الموتزاريلا مع الحراره ما تطلعش منها. حلوه جدا كده. هجيب بقى الطبق بتاعي وهبتدي كده احطها، وعايزه اوريها لكم بقى يا جماعه. لذيذه جدا، مديه كده قرمشه من بره، وطريه كده ولذيذه. الجبنه الموتزاريلا كمان مديها طعم حلو قوي. بصوا بقى الطعامه، فطاير حلوه جدا، ممكن تحطيها كمان للولاد في اللانش بوكس، هتبقى مغذيه ومفيده جدا بالنسبه لهم. واحنا كلنا عارفين ان الولاد بتحب البطاطس جدا. بلاش بقى القلي والتحمير والحاجات دي حاجه كده ايه، سعراتها كده منخفضه، وكمان صحيه، تقدري تعمليها للولاد في اي وقت. واخده كده طبقه قرمشه من بره، سامعين؟ وطريه كده وجميله من جوه. دي الكميه اللي احنا عملناها بثمره واحده من البطاطس، طبعا اقتصاديه جدا ومشبعه ومغذيه، وزي ما قلت لك بقى تقدري تديها للولاد، هتبقى حلوه جدا ليهم. انا عايزه اخد واحده كده بقى وافتحها لك من جوه عشان تشوفيها، شكلها مغري جدا.
بصوا كده معايا، تحفة بجد يا جماعة، تحفة. جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا. زي ما شفتوا كده عملناها بكل سهولة، ما خدتش وقت خالص، ما حطيناش اي نوع من الدقيق، طريقتها سهلة وبسيطة، ولا قلينا ولا حمرنا ولا الكلام ده كله. انا بتمنى تكون الوصفة بتاعتنا عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.